طرابلس ورام الله تشهدان حراكا مطالبا بضرورة تعديل القوانين الخاصة بالتخفيف عمن يقوم بجريمة قتل لنساء بحجج ثورة الغضب أو على خلفية الشرف وغيرها. حراك من المقرر أن يصل في الأسابيع المقبلة إلى مقر المقاطعة في رام الله لمطالبة رئيس السلطة بإصدار مرسوم بتعديل القانون في ظل غياب المجلس التشريعي. وصلت ميناس لمثواها الأخير في القدس المحتلة. ميناس قاسم ابنة بلدة الزعيم شرق القدس عثر على جثتها مغدورة مقتولة، لكن لم يعثر على قاتلها. العائلة المكلومة تطالب بالإسراع في التحقيق لإيجاد الفاعل وإيقاع العقاب به. هذول الناس لازم يتحاكموا حكم رادع لكل الناس، لكل شاب. ما راح نقبل شعارات، بدنا نلمس إجراءات. في مدينة نابلس كان مقتل ميناس العشرينية نقطة للتحرك من جديد للمطالبة بإيقاع العقوبة بقتلة النساء. التحرك هنا كان بدعوة من مجموعة أطلقت على نفسها اسم شباب من أجل الإنسان. مش بس كانت انطلاقتنا من هاي الفاجعة، ولكن هاي الفاجعة كانت نقطة تحرك لنا حتى نصرخ بوجه كل من يوقع الظلم على النساء. تحرك آخر كان في رام الله بمؤتمر صحفي من مقر منظمة التحرير لمنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة. فحالات القتل وصلت إلى 5 نساء منذ بداية العام الحالي، وفي العام الماضي سجلت 12 حالة، سجلت منها 5 على خلفية الشرف. وما صدر من هذا المؤتمر مطالبة لرئيس السلطة الفلسطينية بإصدار مرسوم بتعديل بنود في القانون تخفف على الجاني العقوبة. سيادة الرئيس، كم عدد النساء المطلوب قتلهن حتى تصدر مرسومك بتعديل وإقرار قوانين تحمينا وتردع القتلة؟ لقضائنا الفلسطيني التعامل مع قضايا قتل النساء جريمة قتل كاملة الأركان. يأتي المطلب في ظل إصدار 54 مرسوما في ظل غياب المجلس التشريعي لما اعتبرت قوانين ملحة وطارئة. فهل سيكون المرسوم 55 متعلقا بقتل النساء؟ من قلب مقر منظمة التحرير يحمل المستوى الرسمي الفلسطيني المسؤولية عن حماية نساء من قتل لا يعاقب فاعله، فالمستوى الرسمي مطالب بالعمل على تعديل القوانين لينال القاتل جزاءه. جهاد بركات، فلسطين واليوم، من أمام مقر منظمة التحرير في رام الله، فلسطين المحتلة. ومن رام الله تنضم إلينا بثينة حمدان، الكاتبة ومنسقة صفحة صبايا حائرات على الفيسبوك. سيدة حمدان، يعني كيف يمكن أن تصفي لنا وضع المرأة الفلسطينية بشكل عام في ظل القوانين السائدة في فلسطين اليوم؟ أولا مساء الخير لكم. نحن كشباب وصبايا ناشطين وكتاب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نرى أن المرأة بحاجة إلى حماية، وأنها بحاجة أيضا أنها تناضل عشان تحافظ على حياتها وحياة الأجيال القادمة وفكرهم وتقدمهم. المرأة في فلسطين بتعاني من كتير قوانين مجحفة بحقها للأسف من كل النواحي. يعني أبسطها هو أنها بتقدرش تفتح حساب توفير لأبنائها، يعني هي ليست ولية أمر أبنائها، وأصعبها وأقساها ما يتعلق بحياتها، وإنه قتلها نحن بنعتبره حسب عنوان حملتنا في فلسطين القتل مسموح. نعتبر انه القوانين الموجودة في فلسطين واللي هي قوانين قديمة من عهد الانتداب ومن عهد قوانين القانون الأردني
اللي صادر في الخمسينات الذي يسري في الضفة، إنه هذه القوانين هي تسمح وتعطي عذر للقاتل، مع إنه كثير من القضايا التي تحدث هي ليست لها علاقة بالشرف، يعني ممكن تتعلق بسرقة لكن تحول في النهاية إلى شرف عشان كمبرر لهذا القاتل عشان يطلع من السجن بمدة كثير بسيطة من شهور إلى أكثر إشي سنتين. نعم سيدة حمدان، ما هو المطلوب برأيكم اليوم لوقف جرائم قتل النساء؟ أولا المطلوب أن يسمعنا سيادة الرئيس محمود عباس، وأن يؤمن بمطالبنا كما نؤمن بها، ويؤمن بحقنا بالحياة. يعني ما هي مطالبكم اليوم؟ المسؤولين، إحنا لدينا مطلبين. أولا تعديل بنود في قانون العقوبات سواء الأردني أو في الساري في غزة، بنود 97 98 99 و100 التي يستند إليها القضاة في حكمهم على في تخفيف الحكم على القاتل. نعم. الذي يعني يجير القتل إلى ما يسمى الشرف، لكن نحن بنظرنا لا يوجد لأي جريمة شرف، ولا يوجد حق لأي إنسان أنه ينهي حياة إنسان آخر سواء كان رجل أو امرأة. نحن نريد أن يسود القانون في فلسطين، لا نريد الأفكار والعادات والتقاليد البالية أن تديرنا، بدنا بس القانون. والمطلب الثاني هي أن يحدث أنه المحاكم أن تأخذ بجدية قضايا القتل، سواء كانت قتل نساء أو قتل رجال. لم نسمع يوما عن حكم صادر بحق أي قاتل في فلسطين، دائما يحل عشائريا ويحدث انتقام يعني بعد كم من سنة إذا طلع القاتل. نريد حكم القانون. نعم. هناك مطالبات اليوم بتعديل بعض القوانين التي تتعلق بجرائم القتل أو جرائم الشرف. اليوم هل خطوة التعديل هذه هي كافية أم المطلوب سن قانون عقوبات فلسطيني جديد؟ نحن نعمل على نحن نطالب حاليا، لأنه حسب ما حكيته كمان بالتقرير أنه بسبب تعطل المجلس التشريعي يتم مطالبة الرئيس بإصدار مراسيم. مكتب الرئيس بيقولوا إنه نحن نصدر هذه المراسيم في حالة الضرورة، وزي ما حكيته إنه يصدر 54 قانون، منهم قانون الضرائب واللي كل الناس أيضا اعترضوا وتظاهروا عليه. يعني أعتقد إنه قانون الضرائب ليس هو أهم من قانون يحمي حياة المرأة ويعاقب القتلة وينهي الظلم في فلسطين. نعم. هذا كتير مهم إلنا إنه يكون في قانون يحمينا. هناك مسودة قانون عقوبات وصلت إلى مكتب سيادة الرئيس في عام 2011، فيها كل التعديلات التي اشتغل عليها مجموعة من المؤسسات الحقوقية والقانونية والمحامين مع مكتب الرئيس، ولكنها يعني موجودة على طاولة الرئيس بدون أي إقرار. نعم. هنا أسأل سيدة حمدان، ما الذي يقف أو يحول دون القيام أو الأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات التي تم طرحها؟ يعني هذا السؤال احنا بنسأله ونطرحه على حالنا كتير، واحيانا نشعر باحباط. يعني ماذا بقي؟ رجال دين مسيحيين ومسلمين قالوا كلمتهم ضد قتل النساء. يوم امس في المؤتمر الصحفي ايضا سياسيين وسياسيات وقيادات قالت رأيها ضد قتل النساء. القانون والقانونيين والحقوقيين قالوا رأيهم ضد قتل النساء. يعني إيش ضايل عشان إحنا نقنع المستوى السياسي؟ للأسف في دراسة بتقول إنه لا يوجد إرادة سياسية لتعديل هذه القوانين التي تتعلق بقتل النساء. عشان هيك إحنا هاي الحملة مستمرين فيها وبلشناها السنة الماضية، ورح نضل مستمرين على أمل إنه أن تصدر حكمة الرئيس أن يرتدي عباءة العدل في هذا التاريخ، وأنه يصدر قانون لصالح النساء، لأنه لم يصدر أي قانون عن جد بنصف المرأة في فلسطين من سيادة الرئيس، مع أنهم كل السياسيين دائما بيحكوا عن نضال المرأة الفلسطينية. نحن ما بدنا حكي، نحن بدنا النضال هذا يجسد على في قانون وفي ردع وفي محاكمات
حتى علنية في قضايا رأي عام زي قضية آية برادعية التي صار لها 2 سنين في المحاكم، مماطلة وتأجيل الجلسات كل شهر وكل شهرين. يعني أنا بنحكي إنه بكفي خلص، يعني كل ما تنقتل امرأة إحنا بننقتل من جوا 100 مرة. نعم، شكرا جزيلا لك بثينة حمدان، كاتبة ومنسقة صفحة صبايا حائرات على الفيسبوك، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. النشرة الفلسطينية متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل.